بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أتكلم بإذن الله في هذا الفيديو عن علم الفرائض ومبادئه ومصطلحاته. الفرائض لغة جمع فريضة، وهي فعيلة من الفرض بمعنى التقدير، وله في اللغة عدة معان، منها التقدير، ومنها التنزيل، ومنها الإحلال، ومنها التبيين، ومنها الإلزام والإيجاب، ومنها البيان. ولما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المقتطعة والعطاء المجرد وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه وإحلاله وإنزاله، سمي بذلك. الفرائض اصطلاحا: الإرث لغة أولا بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباقي ما يخلفه الميت، وفقها ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي. وعلم الميراث وقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة، وهذا تعريفه في المذاهب. أولا، عند الحنفية الفرائض بأنها الأنصباء المقدرة المسمى لأصحابها، وعند المالكية بأنها علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. عند الشافعية بأنها نصيب مقدر شرعا للوارث، وعند الحنابلة عرفوها معرفة الورثة وحقوقهم من التركة. ثانية، سبب تسمية هذا العلم بعلم الفرائض سببها لوجهين: أولا، أن الله سماه به فقال بعد القسمة: فريضة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض. ثانية، أن الله تعالى ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات مجملا ولم يبين مقاديرها، وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديرا لا يحتمل الزيادة والنقصان. ما يحتاجه الناظرون في علم الفرائض: فقه الفتوى وإصدار الحكم، العلم بإلحاق الأنساب، المهارة بالحساب، اتباع مصطلحات الفرضيين. علم الفرائض يشتمل على عناصر ثلاثة: معرفة الوارث وغير الوارث، ومعرفة نصيب كل وارث، والحساب الموصل إليه. الناظر إلى علم الفرائض يحتاج إلى علم الحساب وعلم النسب وعلم الفتوى والألفاظ. المبادئ 10 لعلم الفرائض: أولا، موضوعه، فهو كيفية قسمة التركة بين المستحقين وبيان نصيب كل وارث منها. ثانيا، استمداده من الكتاب والسنة والإجماع. ثالثا، فضل هذا العلم. الله عز وجل واضعه بالتفصيل في القرآن العظيم، هذا يكفيه فضلا على سائر العلوم. رابعا، واضع هذا العلم الله سبحانه وتعالى. خامسا، نسبته لسائر العلوم. أصبح علم الفرائض في عصرنا هذا علما قائما بذاته، يفني طالب العلم عمره في طلبه والتخصص فيه. سادسا، ثمرته أو فائدته: أن تحصل لمتعلمه ملكة يكون له بها قدرة على قسمة التركة بين المستحقين بالوجه الشرعي، ويسمى صاحب تلك الملكة العالم به فرضي أو فارض أو فراد، واصطلاحا فرائضي. سابعا، غاية هذا العلم إيصال إلى كل ذي حق حقه من التركة. ثامنا، مسائله: قضاياه وفروعه المستخرجة من قواعده، ككون النصف للبنت وحسابه
قسمته. والمراد بالحساب تأصيل المسائل والتصحيح وما يتبع ذلك. مصطلحاته. وأما أهم مصطلحات علم الفرائض: الفرض، السهم، التركة، النسب، الجمع والعدد، الفرع، الأصل، الولد، الوارث، العصبة، الميت، بنو الأعيان، بنو العلات، بنو الأخياف، الكلالة. 10. حكمه. العلم بالفرائض واجب عند التوارث، وأما تعلمه ففرض عين على من يبين الميراث، وفرض كفاية على غيره. وهذا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.